الصبر ما ظن هالقلب يقدر وين ابويا
وجنبها تعذب. احنا عصيبة في الرزايا قبل غزوتي كلها ضمايا. وانت ما جرجع يا نحنا عصيبة في الرزايا قبل غزوتي كلها ضمايا. يا أرض البلد فينا قبره، يا أرض البلد فينا قبره. أريد ارتمي فوق الشجاية، أريد ارتمي فوق الشجاية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لنا ولكم الآية لهذه المصيبة العظيمة تحية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أطلقوا في هذا العام، أو أستطيع القول إن هذا العام هو عام المظلوم، أي مظلومية الإمام المفدى السيد علي الخامنئي. إن هذه الحركات الأخيرة في الواسع هي حركات تخدم المشروع الأمريكي والإسرائيلي، وأعني ما يتضمن فيما يسمى في التطبير. إنني في هذه الكلمة أحببت أن أقدم هذه المقدمة حتى آتي إلى كلمة مختصرة وترتبط أيضا بموضوعنا فيما يختص بالتطبيق. فعلا إن الحركات التي تنطلق هنا وهنا في هذه البلدة الطيبة فيما يرتبط بالتطبيق هي هجمة مجانية إلى الاستكبار العالمي الأمريكي والإسرائيلي، لأن أمريكا وإسرائيل لم تستطع أن تصل إلى مكان تريده، وهو النيل من الجمهورية الإسلامية وبالخصوص قيادتها، ولا سيما الإمام المفدى آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. فتنطلق الكلمات من هنا وهنا في البحرين وفي الكويت وفي الخطيب لكي تنال من شخص السيد القائد المفدى، ولكن أن لهم ذلك. هذا مشروع لطالما كان يخطط إليه الاستكبار العالمي وإسرائيل في سبيل تسقيط القيادات الإسلامية على الواقع الإسلامي والعربي، فلنفهم ذلك. والشيء الذي يثير الاستغراب أيها الإخوة أن المواقف في الرد لا زالت ولحد الآن هي مواقف خجولة في عالمنا، عالم الخطيب وعالم الكويت والبحرين. مواقف خجولة لا يستطيع الإنسان أن يرد بكلمة حتى لا يسقط اجتماعيا. أنا لا أعلم لو كان الشخص غير السيد القائد المفدى لانقلبت الدنيا رأسا على عقب، ولكن السيد الخامنئي لا إشكال في ذلك. هذا أمر عجيب وغريب. فلتقف من المفترض أن تقف صرخات هنا وهناك لبيك يا خامنئي. هل من ناصر في داعي؟ لبيك خامنئي. هل من ناصر في داعي؟ لبيك خامنئي. هل من ناصر في داعي؟ لبيك خامنئي. تحت عنوان اتخاذ التطبير وسيلة لضرب العلماء، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيت العصمة والطهارة بمصاب سيد الشهداء عليه السلام،
إن هذا اليوم يوم عزاء وحزن على الحسين وآل الحسين وأنصار الحسين. إننا نتذكر فيه كل المآسي والمصائب التي حصلت في كربلاء، ولا بد لنا أن نعيش هذا اليوم هذه الملحمة الحسينية فكرا وروحا ومعنى، ينعكس ذلك على الجميع بالخير والسعادة. إننا إن نحيي هذه الشعيرة الإلهية، إلا أننا في نفس الوقت نشير إلى ما هو حاصل في هذه البلدة الطيبة، وأعني بذلك ما هو حاصل في التطبير. فإن القائمين عليه لا يقصدون بأنه شعيرة، كيف يقصدون ذلك وفي نفس الوقت يكون الاعتداء على شخص الولي الفقيه آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. إننا نرى بأن الفتنة قد ظهرت في الأفق بهذا الاعتداء الغاشم، وإنني أعلم بأن هناك حركة من وراء هذا التطوير تهدف إلى إثارة الفتنة حتى يحصل تصادم والعياذ بالله. إننا قد طرقنا أبوابا لعلاج هذه الظاهرة، ظاهرة الاعتداء، وخاطبنا القائمين بذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. فأين الغيارات وأين من يهمه الأمر؟ وفي الأخير إنني أنصح أصحاب الفتنة، هؤلاء الأقدام والذين هم من وراء الستار يعملون ويخططون، أنصحهم بأن يكفوا الأذى عن الآخرين، وأقول لهم بأنه ليس من الضرورة أن يكون الستار غير مكشوف ومعلوم. وبالنسبة لنا قد علم كل شيء، وعلم محل انعقاد الجلسات بهذا الخصوص، وأنا بحل في كشف أسماء هؤلاء الناس إذا استلزم الأمر ذلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.